مرحبا وأهلا وسهلا بكم قناة مطبخي الصغير. فيديو اليوم خلينا نحضر واحدة من أسهل الكيكات اللي ممكن نسويها بالبيت. موادها جدا بسيطة وسهلة الإعداد وبنفس الوقت كلش طيبة. هي كيكة التمر والجوز. فخليكم ويانا نهاية الفيديو وإن شاء الله ينال إعجابكم. لتحضير الكيكة نحتاج كوب من التمر مقطع على شكل مكعبات بهذا الحجم. هاي ورا ما غسلته طبعا، واخليه بكاسة وراح اضيف له نص كوب من المي المغلي وربع كوب من عصير البرتقال، ونتركه بهذا المي المغلي حتى يطرى التمر قبل ما نستعمله بين ما نحضر بقية المواد. قبل ما نبدي بتحضير الكيكة خلينا نجهز القالب. هاي عندي هاي الصينية مال خبز اللوف، راح اخلي الكيكة بيه. دهنت القاعدة والاطراف بشوية زيت، وبعدها راح اضيف لها رشة من الطحين على كل القالب. هاي حتى لا تلزق الكيكة وتطلع بكل سهولة ورا ما تنخبز. فنخليها على صفحة. بعدها خلينا نبدي بتحضير الطحين. هاي عندي كوب وثلث من الطحين، ضفت له نص ملعقة صغيرة ملح، وأضيف ملعقة صغيرة من البيكنج سودا وملعقة صغيرة من البيكنج باودر، ونخلط المواد. وهاي بكاسة عميقة خليت ربع كوب من الزبدة المذابة، وضفت له ثلثين الكوب من الشكر، وباستخدام الخفاق الكهربائي نخفق إلى أن يختلط الزبدة ويا الشكر بشكل جيد. هاي تقريبا بقيت أخفقه فد 3 دقائق، صار بهذا الشكل. بعدها راح أبدي بإضافة البيض. راح أضيف بيضتين ولازم تكون بدرجة حرارة الغرفة. ضفت أول بيضة وانتظر إلى أن تختلط، بعدين ضفت البيضة الثانية، ونستمر بالتحريك. راح أستمر تقريبا فد 4 دقائق. ورا ما اختلطت المواد راح أضيف خليط التمر ويا المي، ونستمر بالخفق، وأضيف رشة من الفانيليا. بعدها راح أبدي بإضافة الطحين ونخفق إلى أن يختلط الطحين ويا السائل، وما يحتاج خفق هواية. نخفق إلى أن يمتزج الطحين ونتوقف. هنا نتوقف، ما يحتاج أكثر، اختلط الطحين. بعدها راح أضيف نص كوب من الجوز المقطع بهذا الحجم، وباستخدام السباتيولا نحرك إلى أن يمتزج الجوز ويا خليطة الكيك. وبعدها راح أضيفه بالقالب، وأنا مشغلة الفرن طبعا صار له تقريبا 20 دقيقة على حرارة 350 فرنهايت 180 مئوية، وأخليه بالرف الوسط، وياخذ له تقريبا 35 إلى 40 دقيقة. نعدله شوية، نوزعه بشكل جيد على القالب. بعدها راح أدخله للأوفن. وهاي كيكتنا صارت جاهزة، أخذت بالفرن 35 دقيقة. نقدر نتأكد إنه استوت، ندخل بيها عود تنظيف الأسنان. لازم تطلع العودة نظيفة ما ملزوق بيها أي سائل. وهاي عيني أطيب كيكة ممكن تحضيرها بالبيت، كيكة التمر والجوز. كيكة كلش طيبة ويا استكان شاي، فنجان قهوة. شوف شلونها كلش طرية وهشة، وبنفس الوقت كلش طيبة. فإن شاء الله تنال رضاكم. يلا عيني، وصلنا لنهاية فيديو اليوم. رجاء لا تنسون الاشتراك بالقناة والتشجيع بتعليق ولايك. شكرا جزيلا على المتابعة ومع السلامة.